ثروة وطنية لا تنضب، حقيقة تعرفها بلدان العالم أجمع إلا العراق، فهنا ينتظر منهم أن يقفوا على أبواب ما تعودوا الوقوف عليها بسبب عزة نفسهم وكبرياء الإبداع المشروع فيها. محمد علي الخفاجي شاعر له تاريخ حافل بالإبداع والجوائز العربية وحتى العالمية. مسرحياته الشعرية تدرس في المناهج التربوية في العراق وبعض الأقطار العربية. أقعده المرض، اتصل به المسؤولون، وعدوا، ولكن رسميون اتصلوا بي واطمأنوا على صحتي، ولهذا الحد أنا أشكرهم جدا. غير أن الذي وعدني بإيصال علاج لي، أقول لم يصلني أي علاج ولا قطرة دواء واحدة. كل الذي أريده هو إطلاق راتبي. أنا متضرر سياسي، عدت إلى التدريس بعد أن أخرجت منه إلى ضريبة الدخل. زارته الفيحاء كصديقة للمبدعين مع أصدقائه الذين حملوا واجب الزيارة العراقية مع الحب والتقدير لأبي نواس الذي تعلموا منه الكثير. ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات في هذا الإطار، ولا يترك الأمر للمبادرات الفردية. كنت أقرأ اسمه ضمن مادة الأدب العربي وكنت أمتحن فيه، فقال كنت تمتحن في الكتب فامتحن فيه في الحياة. ولأن المسؤولين مشغولون بمعاركهم، ولأن وزارة الثقافة في قطيعة تامة عن المثقفين، تجيء هذه الزيارات الإخوانية لتملأ بعضا من فراغ تركه المسؤول الذي عليه واجب الانتباه إلى تفويت الفرصة على الآخرين ليهتموا بمبدعين عنا. هؤلاء الناس، هؤلاء المبدعين عصروا قلوبهم على مدى السنوات تفانيا من أجل هذا البلد. رئيس الوزراء أوصى بإتمام علاجه. هذه الفقرة إتمام علاجي، أقول أنا لم يصلني شيء، لم يصلني طبيب ولا فحصت. ولعلي أستذكر هنا الشاعر الكبير الجواهري في إحدى زيارته إلى روسيا، وقد شكى علة في بدنه فتم عرضه على فريق طبي، كان على رأس الفريق طبيب ستالين الخاص، وقد قال بعدها الجواهري في روسيا خلقوني من جديد. وعلى الرغم من معاناته وضيق ذات يده بسبب المرض، إلا أن الشاعر لا يطالب إلا بإطلاق راتبه الذي قطع عنه، وهو المفصول السياسي، وهو الذي نأى بنفسه عن مشهد ثقافي مريض إبان النظام البائد. محمد علي الخفاجي يحتاج إلى وقفة تبتعد عن الأقوال والدبلوماسية الفارغة، يحتاج إلى حقه في الاهتمام من أجل رحلة الإبداع العراقية. من بغداد، رعد البصري، قناة الفيحاء. تحياتنا للشاعر الخفاجي وتمنياتنا له بالشفاء.